السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة أغروغو. اليوم كنتواجدوا يعني بعض الأراضي الفلاحية اللي تم التركيب ديال منظومة الطاقة الشمسية مع المضخة ديالها. في هذا الفيديو إن شاء الله نعرفوا تفاصيل أكثر على المنظومة، التكلفة ديالها، كيفاش تقدر تجيب السلعة لراسك، تقدر تركبها لراسك. أول حاجة غنبداو بها هي المضخة أو المضخة الغاطسة اللي كتخشى في البير، يعني المضخة 10 الخيل في الحالة ديالنا اللي ركبنا، اللي غتهبط على 100 مترو وكتعطي تقريبا 240 لتر في الطيغة. وهنا يعني بغيت ننبه الفلاحة أو أي واحد عنده فيرما، الناس اللي عندهم يعني الفلاحة وباغيين يجيبوا بومبا، يعني كما كتعرفوا أن البومبا كتهبط في البير، يعني صعيب باش تعاود تحيدها وكتكلف يعني ثمن غالي باش تحيدها، وتقدر شي مرات يوقع مشكل وتهبط. يعني من الأحسن في الأول نجيب بومبا مزيانة، يعني ماركة مزيانة معروفة، وفي نفس الوقت يعني باش تضرب معايا أقصى مدة وما نطيحش في مشاكل وتضرر الفلاحة عندي. بطبيعة الحال عندنا كذلك لي زاكسوار اللي كيتركبوا مع البومبا ومع المحول. اول حاجه عندنا الشمعات بطبيعه الحال الدور ديالهم كبير، بحيث اننا كنركبوا مع البومبا كيهبطوا في البير، بحيث الا ما كانش الماء في النيفو ديال البومبا المحول ما كيخليش البومبا تدور باش البومبا ما تخسرش. وفي نفس الوقت عندنا الكابي ديالو اللي كيهبط مع البومبا باش كيدوز لينا لاليمونطاسيون مع الشمعات حتى المحول، باش كيقدر يتصل مع البومبا ويعرف شنو خاصها. بالنسبه كذلك يعني عندنا الكلابي اونتي روتور اللي كنحتاجوه ضروري باش الماء ما يرجعش لنا البومبا واذا ما جي لي توربين، وكذلك الراكورد والزاكسوار ديالهم. عندنا كذلك الحديد ديال الاش ديال 80 اللي فيه بطبيعه الحال 3 كاليتي، يعني على حساب القدره الشرائيه ديال الفلاح ولا ديال السيد اللي باغي يركب. يعني تقدر تشري على حساب الكاليتي اللي عندك تماك، وعلى حساب حتى كما كنقولوا كاينين يعني فيرمات اللي فيهم البرد. يعني من الاحسن نجيب حديد بكاليتي مزيانه باش تكون المنظومه ديالي مزيان. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيسولونا علاش هاد المنظومه غاليه، هاد المنظومه رخيصه، هادو كيبيعوا هادي غاليه، هادو كيبيعوا رخيصه. بطبيعه الحال الفرق في الكاليتي، حيت ناخذ غير مثال، كل سلعه فيها بزاف ديال الماركات. دونك انا خصني ناخذ غير نعرف شنو في الاول، واش باغي ندير منظومه انا مزيانه، منظومه متوسطه، منظومه عيانه. يعني هاد القرار هو اللي غيعطيك يعني شحال التكلفه الاجماليه اللي غطلع. يعني تقدر تطلع منظومه رخيصه، تقدر تطلعها بشويه يعني بين وبين، تقدر تطلعها غاليه على حساب انت وشنو باغي. بطبيعه الحال عندنا الواح ديال الطاقه الشمسيه اللي ركبناهم ديال جينكو 450 واط، يعني ماركه جينكو معروفه مزيانه. وكذلك عندنا الكوفري ديال المحول اللي كنستعملوه باش نحولوا الطاقه ديال الالواح اللي جايينا باش تولي متوافقه مع المضخه اللي مركبين وكتخدم المضخه. بطبيعه الحال كن كن اليمونطيوها باش نستافدوا بلا ما نستعملوا الكهرباء. بالنسبه للمحول هذا 10 الخيل، يعني كاين مع الحمايه ديالو ديال الاسي والدي سي، وكذلك البارافودر اللي كيحمي المنظومه من الساق الكهربائي ولا من الرعده. وكذلك عندنا بزاف ديال يعني ملي كنسمعوا فارياتور كوفري عامر كوفري خاوي، يعني كاينين بزاف ديال الناس يعني كيصاحبوا انهم بحال، ولكن كاين فرق، حيت انه الكوفري عامر كتلقى ديزاباري ولا مكونات اللي كيحميو هذاك الفارياتور، وفي نفس الوقت كتلقى الفارياتور مبروغرامي مزيان على حساب داك المدخل اللي مانستالي انت. دونك هنا كتضمن ان المنظومه غتكون محميه من بزاف ديال الحوايج. وطبيعه الحال بزاف ديال الناس كيديروا كفريات خاويين وكيصاحبوا راهم مركبوا الطاقه الشمسيه، ولكن هنا بالعكس، يعني غير كتزيد تريسكي بالمنظومه اللي مانستالي. بزاف ديال الناس يعني كيسولونا ما عندناش حنا الضو فيرما، الضو كيجينا غالي، واش نقدروا نستعملوا هذه المنظومه ديال الطاقه ديال الضخ الطاقه الشمسيه للمنزل؟ وي نقدروا نستعملوها، غير خاصنا يعني هذاك المحول اللي مركبينه على حساب البومبا خاصو يتبدل بمحول اخر اللي مختص للمنازل. بطبيعه الحال تقدر دير معاه بطاريات ولا باتريات اللي باش تقدر تستعملهم استعمال ليلي، تخدم الثلاجه يعني التلفازه، وكذلك ليكليراج ولا الضوء ديال ديك الدار. يعني تقدر
تستعمل هذه المنظومه حتى في المكان ديالي.